يمكن أن تكون الحياة سيئة على سطح المركب، حيث لا سند للقط إلى سمعته. لذا عندما تسوء الأمور لن تتمكن من الهرب ببساطة. إنه كلب بهي الطلعة، لكنه ليس حذر الخطى بالطبع. إنها كلبتي أليس، وهي تكره جاستن بيبر بشدة. يا للهول! انظري من هذا يا أليس، انظري من النافذة، انظري. يبدو وكأنها تكرهه بشدة. احذروا، حتى إنه لم يبدأ بالغناء بعد. لا داعي للمساعدة، سيلعب إمساك الكرة وحده. دائما ما تكون القطة مع الرباط المطاطي وصفة مناسبة لكارثة وخيمة. مؤكد لم تتوقعوا ذلك. حذر الحفرة، الحفرة، الحفرة. فليعتبره بمثابة استحمام. في مثل هذه الأوقات لم يمانع هنري كونه عاجزاً عن الطيران. يجب أن تعرف متى تقفز. يبدو أن أحدهم حظي بحفلة رائعة، وأحدهم هذا هو أنت. تتبعوا الآثار. توجد آثار في أنحاء الردهة، توجد آثار في كل مكان، ولدينا هنا زوس. هل قمت بذلك يا زوس؟ هل أثرت الفوضى؟ هل أنت كلب مشاكس؟ لماذا أقدامك زرقاء؟ لأنه ضبط متلبساً. عبثت بأقلام الرصاص وأقلام التخطيط والحبر. كانت تلك مشاغبة. ماذا يمكن له أن يقول؟ إنه فنان. انظروا إلى أقدامه. ما الذي أقحمت نفسك فيه؟ إنه يفكر. أرى أنه كان يحافظ عليها. هل تناولت كيس رقائق البطاطا بأكمله؟ كيف معدتك الآن؟ جيدة على نحو مفاجئ. ماذا تفعل؟ أتلعق الملح عن شفتيك؟ أنت مشاكس. ماذا ستفعلين اليوم؟ صحيح. يا للهول، أنا أفهمك، أتفهم الأمر. إذن ماذا فعلت البارحة؟ مرحباً. هل كان عشاؤك لذيذاً؟ رأيت شونا؟ لا بأس في ذلك، فالأمر لطيف. لكن إن أملى عليها الكلب فعل أشياء سيئة فهنا تكمن المشكلة. حقيقة ممتعة. لا تأكل الأرانب الجزر في البرية. في الواقع لا تأكل أياً من الخضار أو الفواكه الجذرية. آسف، الأرانب تتناول الجزر بقلة ويفضل الامتناع عن تناوله. إنه كالتحلية. تحتاج الأرانب لكميات كبيرة من العشب وقش التغذية عالي الجودة وإلى أوراق خضراء نظيفة وكمية قليلة من طعام الأرانب. لذا لا تطعموها الجزر بكثرة أو امتنعوا عن ذلك نهائياً. لا تدعوها تتناول قمصانكم بالتأكيد، فهي لا تملك قيمة غذائية ولن تفيدها في الموضة مطلقاً.
شديد اللطافة يا ماكس. يوجد سبب وحيد يجعل الأطفال يبدون بهذا الشكل. يجب أن تتحرك. يا للهول. تأخرت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.